السلام عليكم حبايبي، جيت نشارك معاكم اليوم الكبدة مطيشة مشرملة كتجي غزالة، ونبداو على بركة الله. هنا جبت الكبدة، قطعت القزبر، الثومة، الملحة، الكمون، الحار، شوية ديال زيت العود، خلطتهم مع بعضياتهم وشرملت بهم الكبدة، خليتها تشرب الشرمولة مزيان ومشيت نوجد لاصوص. هنا قطعت مطيشة خليتها طيب مزيان معكتها. ايوا حبايبي، هنايا جبت الكبدة باش نقليها واحد شوية، درتلها شوية ديال الطحين وبديت كنقليها على هاد الشكل هذا حتى كندوزها كاملة. كنقليها غير شوية باش نتحكم فيها في التقطيع، فهمتوني ياكو؟ هي باش تقطع لي بالقياس اللي بغيت انا. كندوزها هكذا كاملة بالقلي نص طياب غير شوية شوية. ايوا صافي. هنايا من بعد هداك الزيت اللي بقالي في المقلة خويته على لاصوص، وحتى لاصوص اللي بقات لي الشرمولة وداكشي تا هي خويتها في هاد المطيشة هادي، ومشيت على بركة الله باش نبدا نقطع هاد الكبدة هادي، ولاصوص راه هي كتوجد. قطعت الكبدة على هاد المرصوات الصغار على هاد الشكل هذا، وضفتها. غادا ندير المقلة حسن باش تجي بنينة، راكم عارفين الطياب ديال المقلة حسن من ديال الطنجرة. صافي من بعد ما رديت لاصوص المقلة بحال هكذا، ضفت عليها الكبدة بعد ما قطعتها كاملة، خليتها كتجحر مزيان وطيب مزيان حيت كتشوف راهي مازال خضرا شوية. هنايا زدت شوية ديال زيت العود، كتذوقوها من طبيعة الحال إلا كان خاصها شي حاجة. هنا الكبدة وجدات على هاد الشكل هذا، جات معلكة ويا سلام. كتقدموها حبايبي بالصحة والراحة على هاد الشكل هذا، كتجي الكبدة يا سلام يا سلام. نتمنى أنكم تجربوها وخلوا لي تعاليق الله يخليكم. نتلاقى بكم فيديو جديد، السلام عليكم.